تعرف ان سيدنا عثمان بن عفان حرق مصحف سيدنا ابو بكر؟ لان مصحف سيدنا ابو بكر زي ما بيقولوا كان مكتوب فيه غلطات كتير، وعزل سيدنا عمرو بن العاص عشان يعين قرايبه على ولاية مصر والشام والعراق، والناس عملت عليه ثورة وقتلته بسبب تبديده الأموال وتعيين المناصب الكبيرة للدولة لقرايبه. وده كان السبب في شرارة الفتنة اللي غيرت تاريخ الإسلام وقسمته لسنة وشيعة. هنجاوب على كل الشبهات ديت في الفيديو دوت بإجابات تشفي صدور قوم مؤمنين. أهلا بيكم، أنا أحمد بقدم سلسلة عهد الخلفاء الراشدين، والنهاردة جاي أكلمكم عن سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين. هنتكلم عن سيدنا عثمان في أكتر من محطة، أولها في فترة الجاهلية قبل الإسلام، وبعد دخوله الإسلام، وبعد توليه الخلافة، وبعد ما خرج عليه الخوارج وقتلوه، ودفاع زوجته عنه وقطع الخوارج لإيد زوجة سيدنا عثمان وسال دمها على المصحف الشريف. ودي كانت أول فتنة في الإسلام اللي فرقت الأمة، وما اتجمعتش بعدها إلا بعد فترة كبيرة على إيد سيدنا الحسن حفيد النبي. وبرضه في الفيديو دوت هنجاوب على كل الشبهات اللي ذكرتها في أول الفيديو. أول محطة معانا لسيدنا عثمان بن عفان قبل إسلامه في الجاهلية. اتولد سيدنا عثمان قبل الهجرة بحوالي 47 سنة، يعني حوالي 622 ميلادي. اسمه عثمان بن عفان ابن العاص ابن أمية. هو قرشي، اتولد في عشيرة غنية وهم بني أمية، أيوة أصحاب الخلافة الأموية. انتوا عارفين المثل اللي بيقول الدنيا ما بتديش كل حاجة؟ المثل ده طلع غلط، لأن سيدنا عثمان خد كل حاجة من الدنيا. اتولد في عيلة كبيرة وقوية ومهابة وليها قرابة بالنبي، وكان ملياردير أغنى أغنياء عصره، وكان سهر النبي، وخد السلطة كمان وبقى خليفة. يعني خد الصحة والبنون والسلطة والنسب والمال كمان. وعلماء السعودية لما حسبت ثروة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه لقوها حوالي 5 مليار دولار دلوقتي، غير الأصول والبيوت والأراضي. كان ليه فلسفة وحكمة في التجارة. هقولك لو عايز تبقى ملياردير زيه وتشوفنا بأي حاجة، والله الحالة ناشفة جامد. لما اتسأل سيدنا عثمان ازاي جمعت كل الثروة ديت، قال: كنت أعالج وأنمي، ولا أزدري ربحا، ولا أشتري شيخا، وأجعل الرأس رأسين. يعني كنت ما بستعجلش على الربح، ولا أشتري شيخا، يعني بشتري حاجة لها سوق والناس عايزاها. أما عن صفاته الجسمانية كان أبيض الوجه متوسط الطول ذو هيبة. أما عن صفاته الخلقية كان أرحم الناس وأبرهم بقومه. كان معروف عنه بالأخلاق، وكان ليه صحبة بسيدنا أبو بكر الصديق، وكان شديد الحياء. النبي قال عنه: إني لأستحي من رجل تستحي منه الملائكة. عمره ما شرب خمرة، وعمره ما سجد للصنم. وكان متجوز بنت النبي وهي ستنا رقية، وهو صهر النبي. وكان ليه صحبة بسيدنا أبو بكر الصديق. ولما ظهرت دعوة الإسلام عرض سيدنا أبو بكر الصديق عليه الإسلام، فقبل وأسلم. ومن بعدها أدخل كل فلوسه وملياراته لخدمة الإسلام والمسلمين. المحطة الثانية بعد إسلامه، بعد إسلام سيدنا عثمان حط مجهوده لتجهيز الجيش، فجهز جيش العسرة في تبوك، واتبرع ب 950 بعير جمل كانوا محملين بكل العتاد، و50 فرس. فقال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. واشترى بير رومية، اشتراه من واحد يهودي كان بيبيع المية للمسلمين، اشتراه ب10,000 درهم وجعله وقف ببلاش للمسلمين. واشترى الأرض المجاورة للمسجد النبوي عشان يوسع المسجد النبوي. ونيجي دلوقتي للمحطة الثالثة، وهي أجمل محطة، وهو تولي سيدنا عثمان الخلافة. لما كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فراش الموت، أوصى بعدة أسماء كان من ضمنهم سيدنا عثمان بن عفان. وده كان سؤال الحلقة اللي فاتت، وأنا هجاوب لكم عليه دلوقتي. الصحابة اللي أوصى بيهم سيدنا عمر عشان الناس تختار من ضمنهم واحد يكون خليفة ويخلف سيدنا عمر هم سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا طلحة بن عبيد الله، وسيدنا الزبير بن العوام، وسيدنا سعد بن أبي وقاص، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. ووقع الاختيار على سيدنا عثمان. وبعد تولي سيدنا عثمان الخلافة طلع على المنبر وقال أول خطبة ليه
بعد ما استلم الخلافة قال: أيها الناس اتقوا الله، فإن تقوى الله غنيمة، وإن أكيس الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت واكتسب من نور الله نور لظلمة القبر، وليخشى عبد أن يحشره الله أعمى وقد كان بصيرا. ومن إنجازات سيدنا عثمان بعد توليه الخلافة خد عندك: 1. جمع القرآن الكريم. 2. عمل أسطول للمسلمين في البحر. 3. استمرت الفتوحات الإسلامية وزادت رقعة الدولة الإسلامية، فضم لديار المسلمين خراسان وطبرستان وأجزاء من السند وأرمينيا. ونيجي للمحطة الرابعة وهي آخر محطة في حياة سيدنا عثمان بن عفان. القصة كالتالي، اللي انت أول مرة تسمعها: خرج مجموعة من أهل البدع والأعجام والسفهاء من مصر والكوفة والبصرة على سيدنا عثمان رضي الله عنه، واتهموه بعدة تهم. 1. انه بيولي اقاربه المناصب الكبيرة، واستدلوا على كده بتولية سيدنا عثمان بن عفان ولاية مصر لعبد الله بن الصرح بعد عزله لسيدنا عمرو بن العاص. والحقيقة ان سيدنا عبد الله بن الصرح كان من احد الرجال اللي فتحوا مصر مع سيدنا عمرو بن العاص، يعني مش واحد جاي ياخد الغنيمة على الجاهز. الحجة دي باطلة، لأن سيدنا عثمان في حياته رجع سيدنا عمرو بن العاص على مصر بعد ما عزل قريبه وهو عبد الله بن الصرح. أما عن تولية سيدنا عثمان للشام لسيدنا معاوية، الحقيقة برضو إن سيدنا عثمان مش هو اللي مولي الشام لسيدنا معاوية، ده سيدنا عمر بن الخطاب. أما عن شبهة اتهام سيدنا عثمان بن عفان بتبديد الأموال واختلاس أموال المسلمين، الحقيقة إن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان ملياردير قبل الإسلام، وهو مش محتاج أصلا يختلس أموال الدولة. والدليل إن ليه سابقة خير وأيادي بيضاء في الإسلام، والنبي عليه أفضل الصلاة والسلام مدح فيه وقال: لا يضر عثمان ما فعل بعد. أما عن تمزيق سيدنا عثمان لمصحف سيدنا أبو بكر وتجميعه للقرآن، لأن مصحف سيدنا أبو بكر زي ما بيقولوا كان مكتوب فيه غلطات كتير. الإجابة على الشبهة ديت: أول حاجة إن سيدنا عثمان ما جمعش القرآن، دي شبهة باطلة. من جمع القرآن هو سيدنا أبو بكر الصديق، هو أول من جمع القرآن. أما سيدنا عثمان بن عفان هو وحد المسلمين على لهجة واحدة، يعني وحد اللهجات، لأن بعد ما سيدنا أبو بكر الصديق جمع القرآن في مصحف واحد. والدليل على كده إن صحابة النبي اللي سمعوا القرآن من بق النبي كانوا موجودين وما اعترضوش عليه. واللي جمع مصحف سيدنا أبو بكر هم كبار الصحابة اللي حفظوا القرآن على إيد النبي. وفي عهد سيدنا عثمان ظهرت مشكلة جديدة، إن الناس كانت بتقرأ القرآن بلهجات مختلفة على حسب أهل البلد اللي موجودين فيها، فكان الناس بيتفرقوا، ومنهم اللي بيقرأ بلهجات أهل الشام، ومنهم اللي بيقرأ بلهجات أهل الحجاز، ومنهم اللي بيقرأ بلهجات مختلفة للقبائل العربية، وبيغيروا في الحروف، ومعنى كده بيغيروا في المعنى. فخاف سيدنا عثمان رضي الله عنه وقرر ان هو يؤمر سيدنا زيد بن ثابت واربعة من قريش انهم يجمعوا القرآن على اللهجة اللي سمعوها عن النبي، وقال: فإن اختلفتم في شيء فردوها للهجة أهل قريش. ومن هنا تم إنتاج المصحف العثماني اللي لغاية دلوقتي موجود في بيوتنا وبنقرأ منه القرآن. أما عن سيدنا عثمان بن عفان إن هو قطع مصحف سيدنا أبو بكر الصديق، هي حقيقة، لأنه خاف إن المسلمين يتفرق جمعهم وتروح جماعة ويقولوا إن المصحف بتاع سيدنا أبو بكر هو الأصح، وجماعة يقولوا إن مصحف سيدنا عثمان هو الأصح، فيتفرق المسلمين ويحاربوا بعض، ويصير الإسلام منقسم ما بين مصحف سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عثمان بن عفان. عشان كده سيدنا عثمان قرر إن هو يحرق مصحف سيدنا أبو بكر الصديق، مع إن اللي جمع مصحف سيدنا أبو بكر هو سيدنا زيد بن ثابت، واللي وحد المسلمين على لهجة واحدة عشان يقرأوا عليها القرآن هو برضه سيدنا زيد بن ثابت، نفس الصحابي الجليل. يعني اللي كتبوا وجمعوا القرآن في عهد سيدنا أبو بكر الصديق هم نفس الصحابة
اللي اختاروا ووحدوا اللهجات عشان تتجمع الأمة كلها على لهجة واحدة خرجت من فم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. فهم نفس الناس في نفس العصر، وده بيدلل على ان مصحف سيدنا ابو بكر الصديق هو نفسه مصحف سيدنا عثمان بن عفان، وده كان الرد على الشبهة. وبعد كده خرج مجموعة من المتمردين من مصر والعراق والشام، واغلبهم كانوا من الموالي، يعني مش من صحابة النبي الكبار، وحصروا مقر الخلافة وفضلوا يضربوا الطوب عشان يمنعوا الناس اللي جوه انهم يخرجوا. وكان من ضمن الصحابة اللي بيدافعوا عن سيدنا عثمان عبد الله بن الزبير وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين. وعملوا هدنة واتفق المتمردين مع سيدنا عثمان رضي الله عنه على خروج جيش الخلافة بره مقر الخلافة، مقابل ان المتمردين دول مش هيهاجموا مقر الخلافة. وسيدنا عثمان وافق، وكان غرض سيدنا عثمان ان هو يحقن دماء المسلمين. وكتير من المؤرخين قالوا ان سيدنا عثمان رضي الله عنه اراد ان هو يحقن دماء المسلمين ولو حتى على دمه. هو شاف ان سفك دمه احسن من حدوث حرب يروح ضحيتها من الطرفين. وغدر المتمردين بسيدنا عثمان وهاجموا مقر الخلافة، ودخل عليه وهو بيقرأ القرآن، ودفعت عنه زوجته ومدت ايديها لما شافت واحد من المتمردين رفع سيفه عشان يقتل سيدنا عثمان، فمدت ايديها فقطع لها ايديها ودمها سال على المصحف. والمصحف لغاية دلوقتي موجود ومحفوظ في المتحف وعليه اثر الدم لغاية دلوقتي كأنه شاهد على استشهاد سيدنا عثمان. والسؤال بتاع الفيديو النهاردة هو فين المصحف دوت؟ في اي بلد؟ اللي عارف يكتب لي في التعليقات. واخر حاجة، استشهد سيدنا عثمان في سنة 35 هجريا 656 ميلادي، وعمره كان وقت استشهاده 80 سنة، وحكم 12 سنة. وبرضه هسيب لكم كتاب عن فتنة قتل سيدنا عثمان، هو PDF، نزلوه وقروه عشان تكسب مناعة، لان الاسئلة والشبهات ما بيجيش غير في النقطة دي. لعل وعسى تدعمني بلايك وتشترك في القناة. وديت كانت اول فتنة قسمت المسلمين، والنبي اتكلم عليها وقال: واني من بين ايديكم عن فتنة خطيرة مهلكة فمن ادركها فليكن الله وليه ولا ولي لغيره اني انذرتكم عذاب يوم قريب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو انت وصلت لغاية دلوقتي من سلسلة الفيديوهات، فالفيديو اللي جاي اهم بكتير، حاول تتفرج عليه، عن سيدنا علي. وانا بحاول اكتب في الاول وارص لك الشبهات وبعد كده اجاوب عليها في الفيديو، بحيث ان الناس يبقى عندهم مناعة، وانا بجاوب على الشبهات في اخر الفيديو، عشان الناس لازم تعرف اصل الشبهة ديت وموضوعها، تعرف الاجابة عليها عشان تثبت في دماغها وما تروحش من دماغها. اشترك في القناة ودعمنا بلايك، وما تنساش بقى الدعوة في التعليقات. سلام.